السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ اي حاجة لازم نصلي على النبي المختار عليه افضل الصلاة والسلام. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة جدا جدا بمكونات بسيطة، وهي كعب الغزال او بسكوت العجوة او المنين، اي اسم زي ما تحبوا. مكوناتنا النهاردة: معلقة كبيرة سكر، معلقتين سكر اهو، نص معلقة ملح، معلقة خميرة، وكوباية الا ربع لبن. بس انا جايباها كوباية عشان هحتاج من اللي هيتبقى يعني احطه للوش للتزيين. وكوباية الا ربع زيت. اللبن والزيت يكون متدفيين بس ما يبقوش سخنين خالص، عشان لو سخناهم زيادة مفعول الخميرة هيروح معانا. هنا شايفين حبة مية، مش كله يعني 3 4 معالق كده صغيرين جدا دي. وهنا نص كيلو دقيق اهو. ومعايا هنا عجوة. العجوة دي انا عاملاها في البيت عشان ايه؟ ملحقتش انزل واجيب، فعملت العجوة في البيت. حابين تشتروها زي ما تحبي ست الكل، اي نوع عجوة. وده سمسم للتزيين، حمصته وكل حاجة. بس دي عندي بولة فاضية اهو. هنعمل ايه؟ هنخلط نص كيلو دقيق اهو كده. حطينا نص كيلو الدقيق بتاعنا. هنحط السكر، معلقتين السكر. هنحط نص معلقة كبيرة ملح. هنحط معلقة الخميرة اهو. هنحط كوباية الا ربع من الزيت او السمنة زي ما تحبي اهي. ما تكونش سخنة جدا ولا باردة جدا، تبقى دافية. هنحط لبن، مش كوباية كاملة، كوباية الا ربع لبن اهو. انا هخلي حبة للوش بس برضو بيكون دافي كده. نبص كده لسه حبة اهو كده، كوباية الا ربع لبن. ومعانا 3 4 معالق مية، مش كتير اهو. بس وهنلم العجينة كده، نلم العجينة كويس. كله في ايه؟ في بعض. هنلم العجينة كويس كده ونرجع لكم تاني. وهنا حباب قلبي كنت خلاص رحت عجنت العجينة بتاعتنا اهو، بقت بالملمس ده اللي هو كده يابسة شوية. رحت عجنت العجينة بتاعتي. بس عايزة ايه؟ تصبروا عليها شوية في العجن يعني، ما تستعجلوش. وبس هسيبها تخمر وارجع تاني اشكلها. وهي ندهنها من العجوة بتاعتنا. وباقي معانا بقى حاجات الحشو. ده سمسم للتزيين، ودي عجوة للحشو، ودي باقي الحباية اللبن الربع اللي بقي من الكوباية، عشان انا بستخدم كوباية الا ربع، والربع ده بخليه بدهن بيه الوش. وبس كده اروح اسيبها تخمر كويس وارجع لها تاني نفردها مع بعض. وهنا حبايب قلبي كان خلاص العجينة بتاعتنا خمرت واطلعها وافردها اهي. شايفين الملمس؟ جميلة جدا اهي. كنت رش شوية دقيق على دي بس خفيف خالص اهو. إيه، ما نكترش في الدقيق عشان خاطر ما العجينة تنشف مننا. هبدأ افردها حبايب قلبي اهو اهو. والعجينة زي الفل، لو بيدي هتتفرد اهي. طبعا انا ما سبتهاش تخمر كويس عشان انا مستعجله عشان الفيديو كده. انتي تسيبيها تخمر براحتها اهو. شايفين اهو؟ ممكن تفرديها بيدك اصلا، هي يعني ايه، مرنه جدا وبتروح وبتيجي معاكي زي ما انتي تحبي.
هنفرد العجينة دي خالص اهو. نفرد من كل ناحية شوية عشان ايه تبقى متساوية في السمك اهو. خلاص يا حبايب قلبي، هكمل فرد العجينة عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم وارجع لكم تاني. وهي يا حبايب قلبي العجينة بعد ما فردناها اهي كانت بالمنظر ده، جميلة جدا ومرنة معانا كده وعسل. شايفين السمك عاملينه ازاي اهو، اهو السمك اهو. بقى خلاص كده فردنا العجينة. العجوة دي انا عاملاها في البيت، لو حابين الطريقة اعملها لكم في فيديو. عاملاها في البيت بطريقة جميلة جدا ما بتديش اختلاف، يعني لو عملتي بيها ما بتديش اي اختلاف. طبعا احنا هنبدأ ندهن العجينة، نفرد عليها العجوة كده كلها لبن كب. هنبدأ نغطي العجينة كلها بكمية العجوة اللي معانا. متأكدة انكم لو جربتوا البسكوت بالطريقة دي هتدعولي. مفيهوش اي حاجة صعبة يعني، ومكوناته كلها سهلة اهو. شايفين مكوناته سهلة جدا. طبعا اللي ما بيحبش يستخدم زيت في المقدار ده، لو عايز يستخدم سمنة بنفس الطريقة بالظبط، كوباية الا ربع سمنة. دي حاجة ترجع لك انت يا ست الكل، زيت سمنة زي ما تحبي. وبرضو في الوش لما تيجي تدهني الوش، عايزة تدهني ببيضة، انا بحب ادهنه بلبن اهو. جايبة لبن اللي اتبقى من الكوباية الا ربع هدهنه بيها اهو. انا بحاول اخفف عليكم المقادير قد ما اقدر، يعني بستبدلها بالحاجة اللي نفس المقدار عشان ايه ما تتعبيش يا ست الكل في اي حاجة اهو. كده كان شبه خلاص، كده خلصنا اهو. اهو شايفين. وابدأ ايه هنلفها، هنعمل طرف طرف كده بالراحة اهو، ونكمل لف اهو.
خلي بالكم ان العجينة دي بتخمر مرتين، يعني بتخمر هي وعجينة، وبتخمر هي وعلى الصواني كمان. لسه هنستنى تخمر شوية على الصواني، هنقطعها ونسيبها اهو زي ما احنا شايفين. اهو بنلف العجينة، عاملينها زي اسطوانة كده. هنكمل لف بقى، نفرد العجوة ونكمل لف. العجينة مرنة معانا وبسم الله ما شاء الله جميلة اهو. بس نبعد كوباية اللبن دي اهو. اهو كده العجينة بتاعتنا بقت جميلة جدا اهو. نحاول نفردها كده ببعضها عشان هي لسه هتخمر كمان على الصينية، نحاول نرفعها شوية اهو. نحاول نبطط كده شوية بالمنظر ده اهو. واجيب سكينة حلوة كده معانا ونبدأ. شايفين اهو طلع معانا بالمنظر ده. بعد ما تستوي هتطلع بالمنظر ده. هقطع بقى الكمية وارصها في الصاج بتاعنا وارجع لكم تاني عشان مطولش على حضراتكم. بس نبعد كوباية اللبن دي اهو. اهو كده العجينة بتاعتنا بقت جميلة جدا اهو. نحاول نفردها كده ببعضها عشان هي لسه هتخمر كمان على الصينية، نحاول نرفعها شوية اهو. نحاول نبطط كده شوية بالمنظر ده اهو. واجيب سكينة حلوة كده معانا ونبدأ. شايفين اهو طلع معانا بالمنظر ده. بعد ما تستوي هتطلع بالمنظر ده.
هقطع بقى الكمية وارصها في الصاج بتاعنا وارجع لكم تاني عشان مطولش على حضراتكم. يعني بستبدلها بالحاجة اللي نفس المقدار عشان ايه متتعبيش يا ست الكل في اي حاجة. اهو كده كان شبه خلاص، كده خلصنا اهو. اهو شايفين، وابدأ ايه هنلفها، هنعمل طرف طرف كده بالراحة اهو ونكمل لف. اهو خلي بالكم ان العجينة دي بتخمر مرتين، يعني بتخمر هي وعجينة وبتخمر هي وعلى الصواني كمان، لسه هنستنى تخمر شوية على الصواني. هنقطعها ونسيبها اهو زي ما احنا شايفين اهو. بنلف العجينة عاملينها زي اسطوانة كده، هنكمل لف بقى، نفرد العجوة ونكمل لف. العجينة مرنة معانا وبسم الله ما شاء الله جميلة اهو. بس نقعد كوباية اللبن دي اهو اهو. كده العجينة بتاعتنا بقت جميلة جدا اهو. نحاول ايه نفردها كده ببعضها عشان هي لسه هتخمر كمان على الصينية، فايه نحاول نرفعها شوية اهو. نحاول نبطط كده شوية بالمنظر ده اهو. وهنا يا حبايب قلبي اخدت العجينة بتاعتنا وبعد ما لفتها قطعتها كده بالمنظر ده اهو، تبقى كده. هي بعدين هي واقفة كده هجيب شوية لبن، في ناس بتحب تعملها ببيضة، براحتك يا ست الكل زي ما تحبي. انا كده ايه لبن على الوش واجي حاطة شوية سمسم، لبن على الوش واحط ايه شوية سمسم كده اهو. ناخدها كده لبن على الوش وسمسم ونحطها في ايه في الصينية بتاعتنا التانية، لبن على الوش اهي بسمسم ونحطها في الصينية بتاعتنا. نيجي نشوف دي اللي وراها كده على طول سمسم كده اهو، ونوقف كده هنا على الصينية دي. انا جايبة صينية عشان ايه الحاجات دي اللبن اللبن ما يتحرقش في الصينية لما ادخله الفرن. شايفين اهو سمسم شوية لبن. اوقف هنا تاني هشتغل كده بقى اهو سريع. ممكن ناس عشان كده نرص فين هنا، اللي بندهنه بنرصه في الصاج ده اللي هندخل بيه
طب عشان وقت الفيديو هخلص دول بسرعة كده وارجع لكم تاني. وهنا يا حبايب قلبي كنت خلاص قطعت كعب الغزال بتاعنا اهو، ورشيت السمسم كده وحطيت اللبن. طبعا انا بحبه بنومه كده، فلو انتي عايزاه يبقى واقف والسمسم ده هنا يعني ما يفرقش، وده شكل التزيين اللي هو يبقى كده اهو بالمنظر ده. توقفيه كده يعني وتحطي السمسم واللبن من فوق ماشي. هتعرضي شوية التقطيع بتاعك، يعني مش هتخليه كده عشان كده برضو مش هيقع. فانا اهو يا حبايب قلبي عيش اهو. برضو بعد ما قطعته وخلاص وظبطت الدنيا كده وكل حاجة، هسيبه كمان ساعتين اهو، كمان ساعتين كده يخمر تاني. وهنا يا حبايب قلبي كنا خلاص طلعنا كعب الغزال بتاعنا من الفرن، بس والله الاضاءة ظلماه مفتحاه جدا، هو لونه ذهبي كده وجميل جدا. طبعا في باقي الكمية لسه، بس الطبق مكفاش اهو يا حبايب قلبي اهو كده بالمنظر ده اهو. شايفين طرية جدا اهي، يعني فيها قرمشة بسيطة كده من بره، لكن من جوه طرية اهي. ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان ده دعمكم ليا وعشان القناة تكبر بيكم وليكم. وباي.